وسبحان الله فكروني غير فلوينسيف، والله العظيم سبحان الله. تصور ان شركه قدرات تضحي بالربح ديالها لمده ديال عامين مقابل قرار انساني غريب. غريبه هذه القضيه ياك؟ واجي نعاود ليك. الشركه ديال السكك اليابانيه هوكايدو كانت كتواجه واحد المشكله ديال واحد المحطه صغيره ما فيهاش الركاب، وفاش قرروا انهم يسدوها اكتشفوا بان كاينه واحد البنت اللي كتستعمل التران باش كتوصل للقرايه ديالها او باش كتمشي تقرا، وقرروا انهم يخليوا المحطه مفتوحه على ود هاد البنت لمده ديال عامين، اللي هي المده اللي غادي تكمل فيها البنت الدراسه ديالها وتكمل باش تمشي توصل للمستقبل ديالها. وهذا الشيء كيبين لنا بان الشركه فهمات بان الخدمه ديالها ماشي هي مجرد نقل وصافي، ولكنها جزء من حياه انسان. قرار انساني اللي غريب ياك واول مره كتسمعوا، ولكن راه في القلب ديالو واحد التسويق اللي قوي بزاف. وهذا الشيء هو اللي كيتسمى في عالم الماركتينغ الايموشنال ماركتينغ. الخلاصه من هذه القصه هذه اللي بغيت نوصل لك هو انك ما تفكرش انك تبيع دي برودوي وتربح فلوس وبسلامه، ولكن فكر انك كيفاش تبني علاقه قويه بقرارات انسانيه بحال هذه اللي كتبقى في الذاكره اكثر من اي بوبليسيتي. فكر فيها مزيان وما تنساش هذه القضيه هذه. تشاو. سبحان الله فكروني غير فلوينسيف، والله العظيم سبحان الله.